السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل، يا صباح القشطة. عارفين القشطة دي يا حبايبي اللي انا كنت شايلاها من على اللبن، كنت عيناها في الفريزر بالشكل دون، وجيت احتجت بقى زبدة او سمنة، فقلت ايه اما اطلع بقى القشطة دي اعملها معاكم يا حبايبي. احنا بنعملها كده من خضها، ده اسمه خض يا حبايب قلبي. دنينا نفرك فيها كده ونقلب فيها كده بالشكل دون لحد ما تطلع معانا زبدة. هتطلع ازاي؟ او خليكم معايا حبايبي كده في الفيديو وشوفوا هتطلع معانا زبدة ازاي يا حبايب قلبي. او دنينا نخض فيها كده بالشكل دون لحد ما تطلع ايه الزبدة معانا اهو. شايفين بدأت تنزل كل اللبن اللي فيها كده بالشكل دون اهو. وحشنا الايه الزبدة من اللبن اللي كان فيها يا حبايب قلبي، خرجناها كده او فرزناها من بعضها كده بالشكل دون اهو. شايفين كورت معانا الزبده بسرعه ازاي يا حبايبي اهو. لو انت حطاها في الفريزر وطلعتها تهدى شويه وبعد كده اعمليها هتبقى سهله معاكي خالص، او طريقه سهله وبسيطه خالص يا حبايب قلبي. في الوقت ده كنت قاعده بقى لقيت بنتي بتصوت الحقي يا ماما في فار في الاوضه عندنا. جريت جاي خلصت كده بالشكل دون يا حبايب قلبي، وجريت جري على الاوضه اشوف الفار. طبعا انا كنت ايه بصور في الزبده وفي فيديو تاني خالص. سيبنا بقى الزبده وقلنا ايه نعمل ايه روتين كده في الاوضه مع بعض مع الفار، نشوف اخره الفار. شايفين يا حبايبي كل الرز وبهدلنا، شدينا الدولاب انا وابني كده بالشكل دون، وكانوا خالعين ضلفه الدولاب من ورا والله. مسمرتها وبعد كده ايه كنست ورا منه كويس ورجعناها يا حبايب قلبي بالشكل دون انا وابني اهو. الله المستعان. قعدنا حبايب قلبي نزق شمال ويمين، غلبنا والله على ما رجعناه. احنا طبعا بخاف من الفيران موت، احنا كل المشكله ان احنا ايه عايزين نطلعه بره، عمال ياكل في الرز وعمال ياكل في الحاجه ويخربط، واحنا مش مجرد ما بنتي شافته بالظبط قلت لها لا نمسكه بقى نطرده بره ما دام في حاجه في الاوضه. شايفين واكلين الرز ورامينه على الارض ازاي. طبعا قلبنا الاوضه، نزلنا بعد كنا بنحارب فيه، ساعة ما يدخل تحت السرير نجري وراه نجري وراه ورا الدولاب. شايفين المنظر اهو يا حبايبي لحد ما طردناه بره. طبعا احنا استحالة نموته الخاف. فجينا بقى ايه شلنا بقى طبعا ايه المرتبة بالشكل دون. مفيش حد يشيل معايا، قعدت ايه اقلب من هنا لهنا اقلب من هنا لهنا على لحد ما عملنا الايه نظفنا الدنيا بقى وقلنا تنظيفها بالمرة اهو يا حبايبي. شايفين عذبنا الفار ده والله. قعدت بقى شلت الملة بالشكل دون، وبعدين بقى قلت ايه نكنس تحت السرير بالمرة اهو. احنا اتأكدنا ان هو طلع بره الأوضة، خلاص كده ننظف بقى الأوضة ونقفلها كويس. هوريكوا واكل داخل الأوضة ازاي، يعني مش داخل كده من السقف ولا داخل من هنا، لا هو واكل باب الأوضة. تصوروا يعني قعد ياكل فيه طول الليل لحد ما دخل ودخل جوه عشان ياكل في الرز. شايفين بدأت بقى اكنس كده يا حبايب قلبي اهو، وارص بقى الملة كده كويس بتاعت السرير وارجع المرتبة عليها تاني عشان اكنس النص التاني، ما انا مش قادرة اشيل لوحدي المرتبة اهو. هنا رفعت السرير بقى عشان نشد الكنسة كده كويس يا حبايبي. احنا شلنا بالجاروف منها بس برضو عشان خاطر ايه الحرف ده بيبقى تحت منه ايه زبالة وكده. شدنا كده يا حبايب قلبي اهو. شلت بقى الحاجة اللي تحت السرير بالشكل ده يا حبايبي، وقعدت انضف برضو تحت منه اهو. دي صورة ابني وزمايله كانوا مصورينها مع بعض، معرفش مين اللي رماها كده تحت السرير اهو. كنستي برضو كده بالشكل ده اهو يا حبايبي تحت السرير اهو. شايفين التراب. بقول لبنتي الفار فرجها على الأوضة ان هي تتنضف اهو. احنا بننضف على طول والله، بس طبعا اللي تحت السرير تحت الدولاب ده كل فين وفين اهو. شايفين الكنسة اللي كانت دي كلها واكلين رز شعير ازاي. طبعا انا ما عنديش مكان احط فيه الحاجات بتاعتي المعايش بتاعتي، فطبعا ايه حاطين كده ايه
الرز في الأوضة مع العيال في الأوضة اهو بالشكل دون. اسف يا حبايبي على الصوت لان تعبانة والله لسه اهو، عندي دور برد محترم مبهدلني اهو يا حبايبي. عدلت بقى المرتبة كده كويس يا حبايبي على السرير ونفضتها كويس اهو. شلت المكتب برضو، شدينا المكتب وكنسنا تحت منه. شايفين الفيران شادة رز تحت المكتب ازاي قدين. طبعا بقى ايه بتتجول طول الليل بقى وياكل ويشرب براحته اهو. شايفين بدأت بقى مسكت السقف عندي كده يا حبايبي بالشكل دون. هبيته بقى كده من اي عنكبوت من اي حاجة عليه اهو. شايفين بينزل هري ازاي اهو. الله المستعان، ربنا يعيننا ويقوينا ونمحرها لهم ان شاء الله ونظبطها اهو. شايفين يا حبايبي الفيران واكلين الباب وداخلين منه ازاي اهو. رجعت كده المكتب مكانه يا حبايبي وبدأت ايه اكنس بقى الايه الأوضة كويس اهو. شايفين اهو، مع اني عاملة عتبة قد ايه بس برضو خرموا الباب والله اهو. شايفين اهو. ربنا ييسر الحال ونقدر نمحرها له للولاد يعني ونظبط الدنيا كده. شايفين زبل الفيران يا حبايبي اهو اهو. يلا شجعونا يا حبايبي كده بكومنت حلو ولايك واشتراك في القناة اللي ما اشتركش، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. بدأت بقى انفض كده بعد التراب ده كله اهو. محدش بقى يعيب ولا يتريق يا حبايب قلبي. الحمد لله دي عشتي وانا راضية بيها ومبسوطة بيها. الحمد لله على نعمة الرضا. اللهم لك الحمد يا رب. يا ما ناس غيرنا مش لاقيين 4 حيطان يقعدوا فيهم. الحمد لله والشكر لله على كل حال اهو يا حبايبي. بدأت مسكت الباب كده نفضته كده وكويس اهو بالشكل دون. بدأت بقى ايه افرش الملاية كده على السرير يا حبايبي، ورصيت كده البراميل تاني بتاعت الخزين بتاعتي يا حبايبي كده مكانها وظبطت الدنيا اهو. شايفين ما عادش ولا حاجة وحشة خالص فيها يا حبايبي، خليتها فل اهو. هبدأ بقى افرش ايه البطانية دي لهم كده عشان السقعة اهو. البطاطين دي عندي خفيفة كده زي دفايات يا حبيبي بفرشها على السراير اهو. هنلبس الكيس للمخدة كده بالشكل دون. يلا حطوا لايك بقى. ايه رايكم بقى؟ شوفوا عملنا من الفسيخ شربات اهو. خلينا الاوضه اللي كانت مكركبه ومعفنه في اول الفيديو شايفين الجمال. خليناها تحفه، خليناها زي الفل اهو. لمسه بسيطه كده من ايدينا خلينا حاجتنا زي الفل اهو. اهم ما في الموضوع ان احنا ايه طردنا الفار بره، قلنا له اطلع بره. يا رب المحتوى بتاعي يكون بيعجبكم حبايب قلبي. بحبكم في الله يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا. يلا اشتركوا بقى في القناة وعشان قناتنا تكبر بيكم حبايبي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بحبكم في الله يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا. تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بدأت بقى ارش ايه اخر نقطة في في المعطر اللي كان عندي كمان. يلا اهو. ايه رأيكم يا حبايبي؟ تنسوش اللايك بقى يا حبايب قلبي واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.